النصر ويأشروا له. بالتالي يعني من تصير حاله واحده الجيش والمجتمع اذا صاروا حاله واحده انتهت قوه لا تقهر. كل في مكان مقدم الركن عليه. وفعلا يعني اقاموا له مجلس عزاء في حديثه وفي الخسفه بقى 3 ايام. السلام عليكم. من جعل العراق عنوانا لكم في هذه المعركه دون اي عنوان فرعي او اي عنوان جانبي اخر. وبالتالي وجودنا هنا اخوان، وانا اتكلم بعض الاخوه لديهم حديث معكم، انا اتكلم اليوم نريد نعطي رساله اعلاميه سموتها يعني رساله سلامه عن هذا المجتمع الذي تحمل الكثير وصبر. اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا وثناء الى هذه المدينه الصامده وحدتنا عندنا واحنا ابنائها بالتاكيد. حسنا بالزاويه اللي كنا فيها عن السيد العقيدي عنوان خصوص ذات الداخليه حياه السيد الوزير لكل فرد لكل شخص وكل عائله في هذه المدينه الصامده. وايضا اليوم هو جزء من زيارتنا هم نشوفها هنا ونسولف وياهم، هم ان نطلع على بعض الاحتياجات اللي كانت موجوده بالنسبه لشرطه حديثه، سواء من ناحيه المواد البشريه او من ناحيه السلاح او غيرها من الامور. بالتاكيد اليوم الرساله تكون واصله للوزاره للسيد الوزير، وبالتاكيد فوق هذا ذاك طبعا استمراريه متابعه خير العلاقات بين السيد الطاهر عفوا مستمره دائما لاهالي حديثه. ومثل ما قال اخواني اللي سبقوني فيهم اكبر من عندي، حديثه هي عنوان للصمود. كان هناك ثبات، هناك صمود، هناك عزيمه، هناك حقيقه. تحياتنا لكم وانا ما اريد اضيف قطاعات الخدمات الالكترونيه عن قضاء حديثه. الصحف، التلفزيون. ما سكتوا؟ قبل ما يطبق داعش او من يطبق داعش. هاي وقلبي على الجهه. احنا نريد الدنيا هو هذا. جاء بطاريه جديده هاي فيها 50 دقيقه. يلا ليش عندك؟ موجود واقف دقيق. وين رايح؟ هو مدير غيرنا راح نجيب سياره ما عندنا بانس. زين برايك اكثر القناه اللي تتبعها حديثها نفت كل الشائعات بصمودها، بشهدائها، بتضحياتها، بوقوفها على الساتر، صد هجماتها، وبداية عشيرة الجغايفة الأبطال الذي سوروا حديثها بصدورهم. وتلقى لولا الشائعات أثرت ما كان الأب ينطي أولاده 2 وأكثر ويرجع على الساتر يقاتل، والواقف على الساتر من أبناء حديثه ينجرح وينزل إلى المستشفى يتضمد ويرجع على الساتر يقاتل. فهذا صمود حديثه، لا تتأثر بشائعات. شائعات مغرضة روج لها داعش، لكن هاي شائعات كذب. الحديثة صندت بأهلها وبعشائرها، وخصوصا اخواني عشيرة الابطال، عشيرة الجغايفة والبنمير والعبيد والبمحل وكل العشائر والسادة وكل العشائر الموجودة حديثة بكل أطيافها، وقفت بكل عشائرها، وقفت ضد داعش. وما داعش ما قدر يدنس، ولذلك نسميها عذراء حديثة. نعم. عذراء، للعذراء يعني ما حد دنسها. صح. الحديث اللي أصبحت عنوان يفتخر به القاص والداني، وأصبحت تقييد الأعداء ومن ضمنهم تنظيم داعش.
داعش حاول بكل الأساليب مالته القذرة اقتحام أسوار حديثة، لكن أبد حديثة برجالها وعشائرها وحتى نسائها وأطفالها من أن يدنس داعش الإرهابي أرض هذه المدينة. شو اسمك؟ سعد. أي سعد؟ سعد البهجتي. شنو سلاحك؟ بكيسي. قاتل منو؟ داعشي. أنا سعد بهجتي، أبطال حديثة، أقاتل الدواعش بالبكيس. حقيقة داعش حاولت تجج إعلاميا كثيرا لإسقاط هذه المدينة، يعني من ضمن بث الدعايات أنه كذا انتحاري احنا مهيئين إلى كذا عجلة مفخخة، بس النفوس في داخل حديثة يعني كانت نفوس قوية ما تهم بعد هاي الإعلام داعش، لأن احنا يعني حديثة كشفت أنه داعش معظم حربها هي إعلامية إعلانية. ايه لا الحمد لله في داخل حديثة ما تأثروا، خلاص ما تأثروا بهذا، ولهذا صدوا بالحدود ال 500 مصفحة صدوها. شيخنا لعله ما بثه داعش زاد من العزيمة لدى المقاتلين وابناء اي طبعا هذا حال ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. الحمد لله هنا كانوا لا بالعكس زاد من صمودهم ومن قوتهم على سواتر المدينة حديثة، وهذا كله بفضل التآخي حقيقة بين ابناء العشائر وابناء الجيش، وسبب أسباب صمود حديثة أنه حديثة ما عندها الطائفية، فاختلطت الدماء صراحة على السواتر، يعني ابن الجنوب ابن حديثة كذلك شو اسمه هي تحارب داعش أيضا فكريا مو بس عسكريا، لأن يعني داعش عندها حربين، حرب العسكرية والحرب الفكرية، فأكو ميزان بحديثة، لأن حديثة تحارب داعش فكريا وعسكريا. يقوم داعش ببث الإشاعات المزيفة وتبين أن داعش هو منهار بالتمام، وصمود أهالي حديثة والبغدادي صمود أسطوري، ولا يهمنا لا داعش ولا من لف داعش، فالانتصارات متتالية على داعش. والله داعش عبارة عن قوة كرتونية ما تهز أحد ولا تهز طفل، بالعكس والله أصبحوا قشامر من يجيتون على حديثة العالم التباشر تجيب منهم احاديات وتاخذ سيارات. إشاعات هواية، هو أساس حروب داعش تعتمد على الإشاعات، لكن طبيعة الإشاعات مثلا يقول بمنطقة أنه حديثة سقطت، أو داخل منطقة حديثة يوصف أنه مثلا ناحية بروانة اللي هي تابعة الحديثة سقطت أو كذا، ويكبرون بهاي الدعايات أنه يريد يرعبون الناس. فاحنا هاي الدعايات دائما كنا نثقف لها، لانه توحدت بحديثة منابر الجوامع مع المقاتلين مع سواترها، فدائما احنا نبطل هاي الاشاعات ونتصدى لها بكل حزم وقوه. هذه الاشاعات كان لها اثر نفسي عليكم؟ اثر نفسي صار عكسي، دافع حب الوطن اللي واحد يقاتل عنا من يسمع هيك اشاعه يقاتل عن 2 3، فزادنا اصرار على مقاتلته، ما اثر بنا نفسيا جدا، لان احنا ما تنطلي علينا الاكاذيب، احنا شعب واعي وشعب مثقف ودارك للحياه. اغلب الاشاعات كانت تستهدف المواطنين ام الجيش؟ لا اغلب الاشاعات يعني على انه الجيش ترككم، الجيش راح يتخلى عنكم، ما راح تبقى عندكم قوه تقاتلون. احنا ضد هذا الشيء، متكاتفين احنا والجيش سوا. اللي صدق بيها يا قناه تابع اخبارها. ابتدائي سر صمود حديثي. هذا قدرنا عليه والله ما شنو سلاحك؟ شنو سلاحك؟ بكيسي. شو تسوي بيها؟ وين تروح بيها؟ عالساتر. عالساتر؟ قاتل منو؟ داعش. الله، عالساتر بكيسي قاتل داعش. هاي البطولة خلي يشوفون ذول أبطال. الإشاعات أعتقد حديثة تسجل يعني بامتياز، مدينة كافحت الشائعات من وقت مبكر، ولم تأخذ الشائعات خصوصا شائعات عصابات داعش الإرهابية لم تأخذ مداها في حديثة، لأنهم رفضوا هذه التنظيمات خطابا وفكرا ووجودا، وأصروا واعتمدوا موقفهم الواحد المستمر
في قتال هذه التنظيمات ورفض دخولها. نحن نقف في ساحة، روى أحد الشيوخ يقول: كنا نأتي برؤوس الدواعش وأجساد الدواعش لنضعها هنا بعد كل معركة أو بعد كل تعرض تتعرض له هذه المدينة. المدينة صامدة، المدينة درس بالصمود، المدينة يعني حقيقة أعطت بعدا حقيقيا بالانتماء للوطن بهويتها بخطابها وبموقفها. فلذلك نحن في حديثة ونتشرف للوقوف على أرض حديثة وسط أهل حديثة وسط عشائر حديثة. حقيقة قسم مكافحة الشائعات ربما يعني تأشر عليه أنه لديه نشاطات ميدانية في مناطق الأزمة وفي مناطق الحركة الاجتماعية، واليوم يسجل يعني حضورا مميزا أو متميزا في حديثة. عندما يأتي قسم مكافحة الشائعات من بغداد إلى حديثة لمعالجة أو لإجراء استبيان أو لزيارة ميدانية يطلع عليها على المؤثرات في الرأي العام داخل حديثة، هذا يسجل يعني عملا نوعيا وبنفس الوقت خطوة متقدمة. فبوركت جهودهم حقيقة، ونتمنى أن نراهم في مناطق أخرى ربما يؤشر عليها مناطق تحتاج أن يصل إليها هذا القسم أو منتسبي القسم. نحن الآن في سد حديثة بعد أن أكملنا جولة في مدينة حديثة والبغدادي، مدينة الصمود والبطولة، حيث الكل لهم وقفة واحدة، نساء ورجال وشيوخ وأطفال. الملفت للنظر أن هذه المدينة برجالها بنسائها لم تتأثر بالشائعات، بل كانت هي سدا منيعا، وكان هنالك انتقائية في اختيار القنوات الفضائية، وبالتالي يضاف درس آخر إلى الدروس المستنبطة من أهالي حديثة والبغدادي في عملية اختيارهم للقنوات الفضائية التي تنسجم وذكر الحقيقة وأيضا ذكر الوطنية، ورفضهم للتعرض لأي قناة بعيدة عن الواقع، أي قناة تحمل الضغينة والحقد ضد الوطن. كما أيضا نرى أن سد حديثة والمناطق المحيطة فيه بأمان، القوات الأمنية موجودة وتقوم بواجباتها على أحسن وجه، وإن شاء الله حديثة هي نقطة الانطلاق الحقيقية لتحرير كافة أراضينا في الأنبار. سبب صمود المدينة هم التلاعب اللحمة القوية والنقاط المشتركة اللي وضعتها الإدارة المحلية والأمنية في قضاء حديثة، بأنه تكون هناك قوات أمنية مشتركة، نقاط مشتركة من الجيش والشرطة وأبناء العشائر وأفواج الطوارئ. وبالتالي العشائر وأبناء المدينة عندما يحصل هجوم على مدينة حديثة الكل تتحرك وبسرعة فائقة إلى النقاط المعنية اللي حصل عليها الهجوم. لم تؤثر الشائعة بهذه أبدا. بعد ما صمدنا هاي الفترة بالبداية كان بعض أكو تأثير بالبداية، لكن سنة 2014 العفو 15 و16 معنويات المدينة وحتى اللي كانوا طالعين برا رجعوا عادوا إلى المدينة، واليوم كل العشائر مشتركة تقاتل ومع جنبا إلى جنب مع أبناء الشرطة والقوات الأمنية من الطوارئ والجيش. والموقف حاليا في حديثة موقفنا موقف جيد جدا داخل المدينة وعلى السواتر، وحاليا المعنويات عالية جدا، بحيث قسم من الشباب يقولون احنا نريد الدواعش يجمون علينا. من أرض الصمود، من أرض التضحية، من الأرض التي عبر عنها أهلها بأنها المدينة العذراء حديثة، حيث قال أهلها: لا نتأثر بالشائعات من اليوم وغدا وكل يوم إن شاء الله، وسنثبت وسنصمد أمام كل الدواعش وكل من يريد الخراب بهذه البلدة. قسم محاربة الشائعات حديثة.